خلينا نسمع مكالمه الارهابيين بيتكلموا ازاي وعايزين يعملوا ايه. والاكثر من كده امبارح بقول لكم المصنع اللي موجود في ليبيا وتنفق عليه هذه الدويله الاجراميه. لا تتساهلوا، وانا بقول لكم لا تتساهلوا مع قطر، لا تتساهلوا مع قطر. انا بخاطب الدوله وبخاطب الشعب. قطر يا جماعه، وانا اللي حاصل النهارده في مساله هذا الجيش الارهابي قطر وتركيا. احنا نفضل لامتى؟ وانا بصراحه بخاطب واناشد الجيش المصري، القائد العام، الفريق اول صدقي صبحي، ان تتدخل عسكريا لضرب مواقع الارهاب في ليبيا. لن نسمح ان مواقع الارهابيين يتسللوا الينا. هناك ضغوط وهناك دعم من امريكا ومن تركيا ومن قطر. وانا بناشد حضرتك بصفتي مواطن مصري، تدخل واضرب الجيش ما يسمى الجيش الحر المصري على حدودنا الغربيه داخل الاراضي الليبيه. ده حق شرعي ودفاع شرعي عن امن الشعب المصري، ولدينا مسؤوليه تاريخيه، وانتم لديكم مسؤوليه تاريخيه كجيش مصري. وانا بناشد فيك هذا الامر، خذوا قرار. ولا بد ان يكون لدينا عمليات. هناك القانون الدولي والقانون الانساني واي قانون. الامريكان بيروحوا الاف الكيلومترات وبيضربوا في اي مكان في العالم دفاعا عن امن القوم الامريكي، ولا حد يفتح بقه. احنا كمان نروح اي مكان نضرب اي حد يهدد مخاطر مصر ويهدد مخاطر الامن القومي المصري. وانا هنا بتكلم بهذه اللهجه لانه المرحله تستدعي لابد من التحرك. وانا بقول لحضراتكم مش عايز، لان هم دلوقتي بيتكلموا على 3000 ارهابي مدربين مسلحين هيدخلوا مصر، واحنا هننتظر ولا ندخل من دلوقتي نضرب؟ ولا حد ولا في دوله احنا بنضرب ارهابيين. احنا ما بنضربش الا جماعات تنتمي لتنظيم القاعده. والامريكان تنظيم القاعده بالنسبه لهم يعني بسم الله ما شاء الله مش هيطلعوا. وانا مالي ومال الامريكان؟ انا بحافظ على امن بلدي، بحافظ على شعبي، وده مسؤوليه القوات المسلحه. ندخل حدود نضرب في اي مكان في الدنيا، احنا مش اقل من اي دوله. تعالوا نشوف قائد الارهابي بيقول ايه. قلت لك نحن. الو. عبد السلام. يا استاذ اسماعيل. انا نعرفك كويس وانت تعرفني كويس، لقينا بدايه الاحداث يا عبد السلام. باهي. انت تعرفني كويس وانا نعرفك كويس، فنحن واضحين في كلامنا. باهي. انت شو فهمت من بيان الائتلاف بانه هو يمس سرايا الشهداء؟ احنا في تجمع معين. انا نقول لك شيء. خبر واحد، السيد السيدي والسيد ابو كتف لما علموا في اعتقاد وعد فتاح سافروا ما لغوش السفره بتاعهم. معلش لانك انت سامحني يا عبد السلام، سامحني انا غاضب تو بيقول لك كلام واعر شويه، لانك انت تحت كرعيك. انا كنت عايش الحدث لما سافروا كنت معاهم في المطار، كانوا مسافرين من اجل قضيه خبريكا، مسافرين يجيبوا لنا في الذخيره اللي ما عادش عندنا في البلاد اللي انت قاعد راقد وتكتب البيانات وما تندريش عليها، مسافرين باش يعبوا الجبهه والشهداء اللي قاعدين يقدموا والحكومه تقدموا، نحن ما عندنا الذخيره نغطوا. ويكون في علمك جلال الدغيري اقسم بالله ما رقدت يومين كاملات. جلال الدغيري رفع قضيه على عيساوي. جلال الدغيري يا استاذ باش يكون في علمك فوزي بوكتف قريب مات وهو يدير في مشاكل مع الجماعه اللي بيقتحموا، باش يكونوا اقوى ناس عندهم علاقه مع عبد الفتاح يونس هو فوزي بوكتف الثوار كلهم. ما فيش حد، انتم برواحكم ما عندكمش علاقه بيه عبد الفتاح يونس احسن من فوزي الوحيد اللي كان يوم مقتل عبد الفتاح يونس، يوم مقتل عبد الفتاح يونس ابناء عبد الفتاح يونس لما رموا عليهم ورفلع نحن اللي جينا حميناهم. ما تزايدش علينا استاذ اسماعيل بالقضيه هذه. لا نزايد عليك لانك تصطاد الماء العكر انت. نحن لا مش تصطاد الماء العكر، حاشا وكلا. نحن لا يمكن نغمض دور مشاهد ولا دور اي حد قدم ولا ضحى، لكن لا بس الورقه اللي درتوها انتم ما احترمتوش المشاهدين، ما احترمتوش دماء الشهداء، ما احترمتوش دماء الانسان الاولى مسؤول عند الدين اليوميه. كيف استنتجت الكلام هذا؟ نعم؟ كيف استنتجت الكلام هذا؟ انك انت تتكلم وكانك انت الدوله وتدير في بيان وكانك انت الوحيد الثائر، وهذا شيء خطير. وانت طالب باقاله واقاله والغاء تم قضايا الثوار وانزواء تحت الجيش. انت من؟ انت؟ انا المواطن البسيط اللي يسميه عبد السلام الصاري اللي
ربي وضعني منصب ائتلاف 17 فبراير لكي اكون على الاقل امارس نوع من الامانه في حفظ امانه الشهداء اللي تحدث عنها حضرتك. الشهداء اللي تحدث عنها انتم تدخلوها ثم تشرحوا مرات. نحن حافظين ظهور الثوار، نحن حافظين ظهور الثوار بمنع الفتن ومنع اي تخاذل او اضاعه في الاداء. نحن افترض ظهورنا دولة مش وقتها، هذه مش وقتها، الان تولى الامور ناس غير اكفاء. اذا رفعنا صوتنا وقلنا هؤلاء يجب ان يقالوا، مش معناها ان نحن خالفنا الشرع ولا خالفنا الدين اذا حطينا التصفيه. لان السيد سامي الساجوري اللي قبل يحكي كل انسان ملزم بكلامه، كل انسان يا عبد السلام ملزم بكلامه. انا لما قلت لك كلام واضح وصريح، نحن نختلف معك بقوه في راي انت كتبته ونردوا عليك بقوه فيه، اكثر من هيك لا. مضبوط ولا لا؟ بالقوه ايش؟ بالقوه العسكريه والتصفيه؟ لا، بقوه الكلام اللي نقول لك فيه تونا. الراجل اللي كان يتكلم فيها قدامك قبل شويه هذا كل انسان عنده راي اولى. انا كلامي واضح، ها تسمع فيه يا عبد السلام؟ انا كلامي واضح ونقوله بصريح، اي خاين نصفيه، اللي مش خاين نختلف معاه في ورقه كيفك انت اللي درتها. طبعا اسماعيل الصلابي ده هو المسؤول عن الجيش الارهابي، ما يسموه جيش الحر المصري الحر في ليبيا، وده حلقه اتصال ما بين هذا الجيش وكان احد الأذرع أو المقربين من المجرم الأكبر خيرت الشاطر. الصلابي اللي كان بيتكلم وبيقول أي حد وأي كذا هنقتله.